بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد من أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم في صفحات ومجموعات الاتحاد العام التونسي للطلبة للتوجيه لإحاطة بالناجحين في بكالوريا 2014. أول حاجة نحب نهني كل الناجحين، وثاني حاجة نحب نقول لكم ما تخافوش مادامكم بين يدي الاتحاد العام التونسي للطلبة، بقدرة الله ما تخرجوا كان فرحانين وتدخلوا الجامعة، نزيدوا نأطروكم ونفرحوا بكم. كأول عملية باش نحاولوا نفسروا لكم كل شيء. قبل هذا كليك عنا نجموا تتصلوا بنا على الصفحة Orientation Universitaire باك 2014 التوجيه الجامعي لحاملي البكالوريا 2014. هذه اللي متاعها. فما زاد مجموعة Orientation Universitaire باك 2014 بنفس اسم الصفحة، وفما مجموعة أخرى بكالوريا 2014. باهي على المجموعات هذه، أول حاجة معناتها باش نفسروها لكم إنه باش نفسروكم كيفاش باش تقراو كتاب التوجيه. عندك لهنا أنا لهنا كيفاش اليان لهنا باش تحلوه ديجا كيفاش باش تحسب سكورك. شنو هو السكور هذا؟ السكور هذا هو انتل ريفيرونس، ما باش نفسرلكم بالضبط. هو ريفيرونس معناها باش تختار سبيسياليتي نتاعك. هو راه موش الكل في الكل، ماهوش معناتها هذاك هو كل شيء بريسك. معناها اللي كل شيء هو ترتيبك انت حسب السكور نتاعك. الترتيب معناها باش تشوفوه على السيت لو 8 جويي. تبقى بار ميساج مازالت معناش، اما مكثر قبل نهارين نهار معناتها لو 6 7 يجيكم سكور بار ميساج. باهي هذه الصفحة تدخلوا لها. عندك لهنا تختار السيكسيون تاعك، عندك تحط لي مويان وكذا وكذا، وتحط بعد لك كالكولي يطلع لك فوتر سكور. بويسك ما حطيت حتى شي باش يطلع لي من زيرو. هذه الصفحة تلقاو هذا هنا خونا سهيب عربوشي بارتاجيها في الجروب، نجمو تلقاوه اليوم. باهي عندك تو باش ننتقلوا مع حسبت سكورك كيفاش تو باش تعمل بيه السكور. ندخلوا باج اورينتاسيون دي تلقاو لهنا دليل التوجيه حسب مجالات الاختصاص. خارج جديد تكليكي عليه تلقى اليوم كليكابل. تحلو تيليشارجيه ديجا باش تلقى فيها في شيء. انا ديجا تيليشارجيتو دليل التوجيه الجامعي 2014. دليل التوجيه الجامعي هذا كما فسرناه عمناول باش نعاودو نفسروه السنة. دليل التوجيه هذايا باش تلقاو فيه سكور نتاع اخر موجه لعمناول، معناتها اخر واحد دخل البرونش هذيا. بار اكزومبل هذا الكل تنجم تقراه وحدكم، معناها ما فيهاش حاجات كبيرة تستحق التفسير. باهي ديجا لهنا بار اكزومبل باش ناخذ الاداب والعلوم. عندنا لهنا مثلا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. عندنا لهنا طاقة الاستيعاب حاطة 356. لهنا مجموع آخر موجه لسنة 2013. راهو مش بالضرورة راهو هو ذا معناتها راهو ريفيرونس هذاك 95.7. راهو مش الناس الكل معناتها السنة معناتها أبارتير من 95.7 باش يبدو يمشوا جماعة بكالوريا. راهو هذاك جيست معناتها باش تعرف انت النيفو نتاعك. تبقى تغزل طاقة الاستيعاب هي اللي باش تحكم عليك، معناها اسكو انت نجم دخلت ولا لا. يعني بار اكزومبل هذوما معناتها اللي فيهم برشا دي شوا، معناتها كل واحد لي شوا نتاعو. خلينا نمشيو للسيونتيفيك خير. بار اكزومبل لهنا عندنا بار اكزومبل هنا باهي عندنا المدرسة الوطنية الهندسة المعمارية والتعمير بتونس. باهي ارشيتكتور الهندسة المعمارية. باهي بار اكزومبل هنا باش تلقاو باك تكنيك طالبين 51، والسكور تاع اخر واحد مشالها عماوي 142.
51 تشوف انت تشوف اسكو تخلط والا لا. نحي مثلا فما الحاجات المطلوبين اكثر من جماعة باك تكنيك هم شنو؟ فما لي بريباراتوار، فما تاع لينسات، وفما لي بريباراتوار عاديين، وفما فما ليسات تاع سوسة هذوما المطلوبين. وفما عندك عندك بريباراتوار تكنيك، فما في المنار، فما في نابل. هذوما ديجا معناتها تعمل كالكولك اسكو شنيا الكاباسيتي اللي باش تطلب، وتنحي وانت تعمل كالكول معناتها ابروكسيماسيون اسكو تخلط والا لا. معناتها وهذا ابليكابل للناس الكليك. راهو ما تقولش معناتها راهو نعاودها، راهو مجموع هذا اللي باش تلقاوه في الكتاب، والكتاب هذا اما تحبوا تيليشارجوه من هنا هو نفسه اللي باش تاخذوه من الليسان تاعكم. فيه مجموع اخر مواجهة نتاع عام، وفما تو يهبطولكم في السيت لهنا ديجا هبط مجموع نقاط اخر مواجهة نتاع 2011 2012 2013، تعملوا كومباراسيون بيناتهم، تحطوا ابروكسيماسيون معناتها اسكو دخلتوا ولا لا. معناتها هذايا معناتها حاجة بليس لكم نتوما. اما اكثر حاجة هي الروم، خاطر السكور مش بالضرورة معناتها كيف باك سنة نسبة النجاح فيها قليلة، مش بارابور عمناول معناها قليلة، بارابور وات عمناول أقل. يعني معناتها السكور ماكش باش تاخذ هذاك. ينجم يكون معناتها السكور نتاع البورسنتاج جماعة الأولى، راه نتاع الألف الأولى اللي نجحوا الألفين الأولى اللي نجحوا سكورهم باش تلقاه طالع. معناتها راهو ما تحكم على حتى شيء. يعني شفتوه اللي جا بعد عليك حتى كي باش يهبط لجماعة الكنترول، ولا مش جماعة الكونترول خاطر باش تتقسم الدورة الأولى والدورة الثانية. جماعة الدورة الأولى باش يخدموا بالكتاب هذايا، جماعة الدورة الثانية باش يخدموا بكتاب آخر معناتها تو يزيدوا يفسروا لهم فيه خاطر باش يتعبى الكتاب، باش يتعبى الكتاب نتاع التوجيه نتاعهم. فور اكزومبل هنا هذوما خاصة هذوما البريباراتوار باش تلقاهم معبين معناتها ديجا، باش تلقى معناتها طاقة الاستيعاب باش تلقى في بلاصتها تيري كل هذه تيري، وإذا تلقى سكور تلقى لي سكور من بعد عليك تلقاها معناتها جدد معناتها تحطوا فيها تاع آخر مواجهة توجه في عام السنة. معناتها لي سكور وسكوراتكم انتوما تاع سنة نتاع معناتها باك 2000 سكورات باك 2014 معناتها باش يطلعوا في كتاب دليل التوجيه نتاع 2015 باك 2015. يعني هذه نقطة فما برشا معناتها صارت فيها إشكاليات عاملة وهذاك حابين نوضحوها السنة. كيفاش تقرأ الكتاب؟ فما كتاب آخر هو نورمالمون موجود مازال مهبطش، موجود فيه لهنا حسب نوع البكالوري. هذا يمكن يسهل لكم نوعا ما. عندك حسب نوع البكالوري معناتها باش تلقاو جماعة اللي تلقاو لهم الكاز نتاعهم شنيا لي بوسيبيليتي ملمومين مع بعض. خاطر هنا بار اكزومبل مفرطين شوية معناها ديجا انت شنيا تمشي هذوما باينين معناتها باك ليتر بكالوريا اخرى ايكونومي مخلطين معناها ديجا فيهم برشا كذا. بعد ليك باش تلقاهم الاخرين مقسمين، فما لهنا كذا وكذا آداب رياضيات. بعد ليك تلقاو يجيك يقولك الآداب شنيا لي سيكسيون تاعهم كوليك الليتر الايكونومي شنيا لي سيكسيون نجمو يمشولهم الكوليك تكنيك شنيا لي سيكسيون نجمو يمشولهم الكوليك. هذا معناتها كحاجة أولى. هذا الكتاب دليل التوجيه تحاولوا تقراوه وتستحقوا أي حكاية في أي برانش في أي سيكسيون نجموا تتصلوا بين اتصلوا بالإخوة حتى في بروفيلاتهم. فما حتى مشكل تلقاهم موجودين في الجروبات معناها اللي يعاونوك ديجا باينين، اللي تلقاه معناتها حتى كي تحل بروفيل وديجا باين معناتها ترافاي. شوفوا أي واحد من الأخوة تلقاو هنا في الاتحاد العام التونسي للطلبة أي واحد ينجم يعاونكم. فما حتى مشكل وفما حتى قلق تتصلوا بيه على البروفيل نتاعو، تتصلوا بيه على تتصلوا بينا في الصفحات نتاع ميساجيات بليكاسيون في الجروب. وإن شاء الله نوفقوا وربي يوفقنا ويوفقكم معناها، ونحاول نجاوبوكم الناس الكليكا ونحاولوا ساتيسفي وإن شاء الله معناتها حاولوا معناتها خاطر ضغط كبير علينا حرب أعصاب وكل إن شاء الله بقدرة ربي سنة ربي يوفقنا ونعاونوكم في أي وقت. وإن شاء الله تراو مني معناتها
الفيديوهات باش تخدموا كيفاش كل شيء، كل مرة كل حاجة تهبط جديدة نحاول نفسرها لكم الفيديو تفهموها، بعد ليك تطرحوا أسئلتكم في الفيديو، تحبوا تطرحوا أسئلتكم في أي بلاصة أطرحوا. ومرحبا بكم وربي يوفقكم في انتظار معناتها أسئلتكم، والسلام عليكم.